والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله تعالى سنتكلم كذلك حول السيرة النبوية. وفي الجمعة الماضية قلنا الأحداث متسلسلة يعقب بعضها بعضا. في الجمعة الماضية قلنا حصل مجموعات 4 في الجزيرة العربية بعد معركة بدر. اليوم سنرى صراع هذه الأطراف مع بعض. والملفت للنظر المشركون في مكة، القبائل العربية واليهود كلهم هاجموا على المسلمين. كان المفروض أن يهاجم اليهود على المشركين، يقول هؤلاء أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب، لم يفعلوا ذلك. أو القبائل العربية يهاجموا على قريش ويقولوا انتهينا من سلطتكم، لم يفعلوا، كلهم هاجموا على المسلمين. وهذا كذلك ربما فيه اختيار من الله عز وجل يهيئ الأمور لانتصار الإسلام. برايد عزيز حفتا شوي مگو پشت شر بدره 4 جروب لميدان عربات عربيت من جزير، يعني عم بيجي لميدان عربستان دركتن بريد دوبون مسلمان وكافر مكيبون داوية يهودي بون تقوم تشتكينا وهناكي قبيلة عرباج هرس اوج دركتن بون 4 حب جروب، يعني مسلمان آليكي، كافر مكيل آليكي، يهودي آليكي، عربي كو نل مكينة نل مدينة قبيلة عشيرة عربة اوجي دركتن ميدانه او الله قوتن. فقط تشتي خريب وعجيبة افان هر 4 جروبا 3 حبون يكبر خدان يكي، يعني ام بيجن يهودي تشتي عاقلت بجاقرة يهودية بقوتا حيرة والله مسلمان ايواجي بيخنبر كي وهي ايماجي هيا دين وهي دين ما هي خداوند بين خدا امجي اهل كتاب له ام دقال وشر ناكن ام دقال كافر شر بكن لورا كافر ند بين خدا هي ند بين بيخنبر هي، ولكن يهودية وصناكر يهودية بري خدا مسلمانة قبيلة عربة عشيرة عربة جي نقوتن يا والله حتى انا قريشي ببون بلا سري ما واي مسلمانة قريشية بر ام جارن قريشية خنا مجوان بفلتن تدي عادتك يدبي كيف كيف بني هركز سحبك السريد خياني ور حاصل وهنا كرن افاناجي ايريشي مسلمانا كرن. امي انا بيجن سيتشت كو مكة يهودية وفان عربي انا هر سيجاري كده ايريشي مسلمانا كرن شوال دو هفجي بروبلم تشد بن، يعني داري كيفات كي دارد نته داري كيفات كي دارد نته في شكل يعني بشت بدري افان مشكلة وشر هاني دوام كرن. اولا قريش غلبوا في المعركة، فكانوا يحتاجوا إلى أن يعملوا شيئا يرد به كرامتهم، وقائدهم هو أبو سفيان، رجل تاجر يحب أن يعمل شيئا بأقل التكاليف. والكتب يقول بأنه كان قد حلف بأن لا يغتسل من الجنابة إلا بعد أن ينتقم من المسلمين، فقرر بأن يهاجم على المدينة وأطراف المدينة، يعني يعمل شيء يقول أنا قد عملت حتى يتحمم، حتى يبرئ ذمته من اليمين الذي حلف. أخذ 200 من الفرسان وأتى به إلى أطراف المدينة، ذهب إلى اليهود أخذ منهم المعلومات وقالوا يمكن من هذا الطريق تهاجم على المدينة. فهو لم يستطيع أن يهاجم على قلب المدينة، لم يستطيع، كان يخاف، ولكن حتى يرد كرامته ويقول للعالم لم نمت بعد، نحن أحياء وأقوياء، هاجم على بعض الأطراف وأحرق شوية من الأشجار وقتل رجلين أنصاري وكان له حليف آخر، قتل رجلين وأحرق شوية الأشجار، يعني قليل من الأشجار التمر النخل. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج للحاق بهم أو لملاحقتهم بمجموعة 150 أو 200 فارس. فمشركون مكة سمعوا بأن المسلمين قد خرجوا لمطاردتهم فرجعوا وهربوا، فكان معهم أحمال، يعني الجراب كما يقول، الأكياس اللي فيها طعام حتى يأكلوا. رأوا بأن الحمل ثقيل لا يستطيع أن يمشي الدواب، فكانوا يرمون الأمتعة الذي معهم، فالمسلمون لم يلحقوا بهم. وسمي هذه الغزوة غزوة السويق، سويق الطعام الذي الناس يأخذونه معه، يعني نقول غزوة البسبوسة والكسكوسة والكتكوت، أمر مثل هذا الطعام، يعني السويق هذا هو الطعام الذي يأكله الإنسان. رموا بما معه من الأمتعة فنجوا بأنفسهم، فسمي غزوة السويق لأن الرسول كان معهم ورأوا أمتعة كثيرة فيها أكياس فيها طعام، فأطلق هذا الاسم عليه. فرجعوا لم يعملوا شيء، ولكن
أقل شيء أبا سفيان استطاع أن يتحمم من الجنابة يعني، ويقول قد برأت ذمتي والناس سمعوا بأننا لم نمت بعد. هذا خطة سياسية لتاجر محنك. تشتيك تشيبو أمي أنا يبيجن سيحب جروب هريك يشاركن جروب عول مكي أبو سفيان بيا مازنيوان جبير واناكن أمي برجارة بيجن أبو سفيان تاجره تجارتك إنسان تجارت بو مازنه دولتش تجارتك يعني هر تش برا هيتنا بيا جبير واناكن ابو سفيان تاجره گواز شبكم گرس تشتكي بكم مصرفای کم ناوی مجدر که بجوا ما تشتكي كر بو مازن هيدي ادنه تف چون هاتن كشتن او تنما بعقل تجارتي گو ام چبكن چنكن گو از کارم هنکی انسان دگل خو ببم قاس 150 200 حب عسكري و از هرم ایریش در دور مدینه وان درجی کی بکم تشتكي درخم قيرقير کی بکم الله بکم ملت زانه و امساخن ام نمر نهجا 200 حب انسان قرت خو حتى دبن ابو سفيان قلت له السري خوش ناشم جنابتي حتى از نشم انتقامش مسلمان ناستيدم سري خو ناشم صوت خاربو از جنابت ببجم سري خو ناشم وان حاصل 200 حب انسان قرت شو نزيكي در دور مدينه قبيله يهوديه بون شو دقل وان خبر دا چتكن چناكن فردا ودا وان حاصل يهودينا مسلمان حسناكن هيك ري مياج وان قلت من اواكينو بكن اوابكن وانت كارن فردا هرن دربك الوانخن يعني والله رأيكي پیشوان کرن هاتن ایریش در دور مدینه نکارن هر نوا باشر جسارت وانت نبو بلکه دوی ناوی دا مسلمان جی هیجا حساب نکر بن کووانات کاربن جارکی دا ورن بلکه او قصا زانبون وانت نبو یا جی استخبارات وانچه نبو با یعنی ور حاصله کلام بیاج تخمین نکرن کووانات کاربن او قزمانه کی کن دا ایریش مدینه بکن دوی دا کمانی کی بلکه چه بو با جامعه را هاتن ایریش مدینه در دور مدینه دوی دا کرن نکارن ور نوا مدینه جسارت نه ولكن اینکه دار مارا شوتاندن بخچه وان شوتاندن آگر آب بردانه که دحب انسان اج کشتن یک انصاری مسلمان یکیش قهوالی یا دوستی یا چیه دحبا کشتن پشتی که کشتن آگر درکت خبر مسلمان چی بو و اینکه آتنه پیغمبر 200 حب صحابه گرت و بدوان کرد تماشا کن پیغمبر علیه الصلاة و السلام هر تشتکی حاضر کرد سرید اوهبو يعني از المال خرونه و کرم کن هرن دسر دابو يعني قاد اواكينو نمازن امير اواكينو هردم حتى يخسروا پیشیاوند مشیا ور حاصل 200 حبی گرتو بدوان کتن اوانا رفی مسلمان بدوان چون اوان انسان تماشا کرن گو والله یک امزو نکن مسلمان بگیجن ما ریکا دور هاتنه سست بونه ضعیف بونه مسلمان جی گرم هجا ور حاصل ایجاد بخورا خوارن مارن یعنی بونجمان کو مصرف اخویا خوارن بکن بار وان هبو بکردی وزان حقیب چنه حقيب دوك بوخچك مردات نسا پشت حيوانه يعني مش قماش وتشتي وصاق تشتي وكايبون اوانا خوارنا كرمون لوي نهرت باري وان قرانا حيوانه وان نكر وان اويتن زبونه زو بازن برافن اجا مسلمان چون وانا فلتينه تشتي كنديتن وخوارنا وان ديتن خوارنا وان اجا جراد بين سويق او خوارنا كنت كذا وان هبانه يعني بكردي هبان جراد بين تورك تبجن تشتي وكان كيس يعني لو ما جراد بجن غزوه السويق شرک پیغمبر کتی که اوتیدا تشتکی کافر نقفات نوی خوارنا وان آنی اویا شرع اول لی کافر ام بیجن ابو سفیان بلکی چو سرق شوشت گوت تمام من حیفا خصان ما چو دحب ایسان وان کشت و ما چو آگر بر دار ماره وان دا شوتان و هر حاصله کلامش ملت را بیجه بنه مش هر کسی را گو و ام ساخنها ادوی داشی نابه خود درخستن يعني انا عندك دحبج مسلماناتم كشتن هناك بخشي داري وان شوتاندن او جملات راجقوت من امچونه حتى مدينه امچون او قسم قوه يعني وار حاصل فردا سياسات اوي قرت القرا عقلي خو ابي بدنا عليك ما جروب عاولكم مكان وان تشتكي كر كم تماشكن وان قبيله دنجا تشدكن ابي جروب عرب او رحت بسن ان ساكن طبعا المسلمون عفوا مشركو مكه عملوا بشيء قاموا بشيء وقالوا نحن قد عملنا شيء انتهوا بعد ذلك القبائل العربيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع يأتي الاستخبارات بأن القبيلة الفلانية مثلا هناك غزوة ماء كدر هكذا كلمة يقال كدر قبيلة بنو سليم سمع النبي بأنهم قد اجتمعوا وقالوا سنهاجم على المدينة لأنهم خافوا من قوة المسلمين قالوا قبل أن يكبوا سنهاجم عليهم فالرسول سمع بهم خرج وهاجم على منازلهم أماكن التجمع فهم سمعوا بوجود النبي أو بمهاجمة النبي
فلم يستطيعوا أن يجتمعوا ويجمعوا قواهم فهربوا. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هناك ورآهم بأنهم قد تفرقوا فكفى الله المؤمنين القتال. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم أحيانا بأمور قبل أن يكون له تهديد أو خطر كبير، يقضي عليهم مباشرة. فقضى عليهم هذا أولا أحد القبائل بنو سليم. قبيله عربا نابي بنو سليم بو خبرش پیغمبر راهات قبيله عربا ایجا نه مکینه نه مدینه نه یهودی قبیله چولا خبر هات گو والله خطوبت کند به امی ایریش مدینه بکن امی یارن تش مشتکیبین سریوان وانا هیچ وان نک سریوان وای مکل وان قص امی جارن وان بکن شر بکن. پیغمبر استخبارات گرت مع خبر جراد هاتن راپور وای قبیله کل فلان جی. پیغمبر 150 حب صحابیت گرت خو یعنی وکانه نبش هزار حب عسكر قاتل نبو مسلمان 150 حبی گرت او عجله چوب سروان دا. عادته که پیغمبر بو بر یک فتنه مازن و پیسر فتنه کرد. سیستم دنیا اوه پیغمبر جویاد گو بر یک اون ایریش ما بکنه زب سر و داور. او کلمه که مشهوره به هر قوم کی کو ملت ایریش وان بکه دمک ضعیفون لو ما ایریش وان کنه اون ایریش خلقی بکن. ور حاصل پیغمبر تبع صحابیه ایریش وان کرد وانا ترسیان ربیان هر کی بجی کدا چو ور حاصل مسلمان هم وان بلا کرد و هم کی اینکه قبیله عرب در دور واجی ترسیان گو والله وای وانا قصب قوت حتی فراجی هاتن یعنی دوی داجی خدا ای فتنه نه طفان شر وان مازن نبو بلکا سر پیغمبر قبیله کادن جماعه ماجی بجن. وكذلك هناك غزوة أخرى شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الصحابة غزوة ذو أمرين هكذا أمر يقال باللغة العربية. أتى الاستخبارات بأن بعض القبائل قبيلة بني ثعلب ومحارب تجمعوا يحب أن يهاجموا على المدينة فكذلك خرج الرسول وهاجمهم. قائدهم كان اسمه دعثور قائد القبيلة الذي جمعت الناس كان اسمه دعثور. فالرسول حينما ذهب إلى هناك رآهم بأنهم قد تفرقوا ومطروا مطرا شديدا أنزل الله المطر عليهم المشركون تفرقوا والمسلمون هناك فبقى الرسول عدة أيام حتى يثبت للعالم بأنهم أقوياء. فحينما أصابهم المطر فالصحابة كانوا مطمئنين على أساس أنه لا يوجد أحد من الأعداء هنا فتفرقوا وكل واحد أراد أن يجفف ثوبه. فالرسول كذلك ربما خرج بعد الثياب أو أخرج بعد الثياب حتى ينشف. بينما هو جالس رأى بأن قائدهم هذا الدعسور مسك بسيفه أتى كيف تسلل لا يدري أحد لا يدري. وقف على رأس الرسول قال من يمنعك مني هكذا من يمنعك مني. ففتح الرسول عينه وقال الله يمنعني الله سيمنعني. فهذا الرجل سقط على الأرض مباشرة وسقط السيف من يده. فمسك الرسول السيف وقال من يمنعك مني الآن قال لا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فدخل في الإسلام فيقول ماذا حصل معك يقول رجل طويل كبير ضربني على ظهري على صدري فسقطت فقال بأنه جبريل ضربه هو حفظ الرسول منه. فهذا المعجزة حصل وهذا رجل حسن إسلامه وبدأ يدعو قومه إلى الإسلام. هذا كذلك معجزة حصل مع الرسول في هذه الغزوة. شارك يدين دحب قبيلة عربة طوب بون قلت لهم أبجي لي شيء ممكن هركس يدي سعيتي أخذ كزاني أبيك فقير بن هركس شو تلوان تخي يك تل فردا ليتخي أو تليتخي يعني تقول ده كده فقيرك يكهبه تتماشات كي إيه فردا تحب كي ليتخي أبيات الفرحب كي ليتخي هركس ما بلواخن ضعيفة هركس شل آخرتنا كتير كي بيخويه بوهاي جبير بنا الدنيا ده ها تاري باجارك يقربه تتنم هركس تحب كل سنة تدخل. أما أنا يقول لا مش دام تروح أخو كنا مش زعيتي أخو كنا مهر حب كل محمد خن خبرش بيخبر هات بيخبر صلى الله عليه وسلم صحابي قلت أبو سروان ده شو أما أنا شعبي أفكرون وعب سلمان هات أو جرافيان ساكن الفردا بيخبر قاعد كان روح بساكنم ده بازدا بيس روح ساكن الوان درا برا ملته دي ناوي ما بلا بترس كذا دليل ملته ورحاصل جا امر خدا باران کا زیده هات باران کا پر زیده هات تفشل بون کس کی تنه ارگو هر کس کی خالجی کی ساکت نگو ام جلی خدا خم برا جلی مزواب بن جلی زیده یعنی پیغمبر جلی خدا خستی مزنه وان عسکری کد خوازن قبیله هانه ناوی دعسور جاره کی دمکی میرک میر بیالو جهاتی بیا جامر بشکل کی خودگینه پیغمبر فهمت که قیم مزن اوه
ور حاصل های پیغمبر جتن جار کی پیغمبر تعبیق باد که ویا شوری قشاندیه شو شمشیر دبی کی تجم پارزه کی تج ناف دسم در قضیه تبوکشم وی کلمات بجا پیغمبر دو خدا ای خدا م پارزشته کو وی کلمات وی بیا تقود که خارج سلحش دستید که جبرائیل وی ناوه ده حبک سردل یتخوا کنه دست کلید خی که خاره یعنی پیغمبر که دست خود وی کی تج دستم در خطوی بجایجا و اشتفلتی خدام تا خلاص کی تج دستم در تخه دبل والله كاسكيتنا يعني متقاربو تبكشتا يا كلمه خص اسكتم خارج جبرائيل مخص والله انا كارم بتا اوي جامرد ومسلمان كلمه شهادتي تينا جراد من چبوش تتو چوا كتي خارج ظلامك وهو كتب قوته شور دست دا دبي دمك مهاجو والله ما ظلامك درمدا دركت حبك سردل مخص لي قص لي اسكتم خارج قلتنا جبرائيل ور حاصل خدا پیغمبر خو پاراست اوی انسانش ربو بو مسلمان اویدی سوز لا پیغمبر گو ازش قوم خو به علی اسلام دا بینم اولادنا و قوم خدا دعوه و ارشاد کرد ملت به علی اسلام دانی اویاجی معجزه کی بو خدا عز وجل تسلیم پیغمبر کرد صلی الله علیه و سلم. طبعا القبائل التي وسوس لهم نفسهم بأن يهاجموا على المدينة فالرسول كان يهاجم عليهم ويفشل خطتهم فكلهم قعدوا وانتظروا قالوا سنرى ماذا سيحصل ولكن بعد ذلك كثير منهم لم يجرؤ على أن يهاجم المدينة فالرسول هكذا كان عنده باللغة العصر يقول استباقية يعني يهاجم عليهم قبل ما أن يخرج هو يهاجم عليهم فهكذا الرسول أسكتهم وانتهى شرهم. هذا القسم الثاني من الموجودين على الساحة العربية. طبعا بوی شکلی آنه پیغمبر پشت ایریش سی جیا کروردا چوی دا چو این کی جارای صحابیات شاند گوهرن بوی شکلی آنه اوان قبیله کلوان داره و دل اوان هبو ظلامتی بکن و میرانی بکن پیغمبر توا ترسان بکردید بیت نینوک اوان جیکرن نینوک ترناقن يعني نینوک اوان جیکرن معناوی قطع الاظافر بعربی جراد پیغمبر نینوک اوان قد کر درناق نینوک اوان بری معناوی يعني قوت اوان نما ترساندن وان حاصل جامعه ترسيان پیغمبر شو حتى هناك جارات شو مال و ملکی وانك حيوانك بخورانين حيوان وان داني جارای شو دهر و پازدار الوان داره سکنی دگو بر هر کس بزن به ام قوت هاتنه يعني ور حاصل ابي كدلي يهب وجيد ترسيان كلمه عربيه دبل ابي كغريدايه ترى ليخي ابي نغريدايه اويش ترسه اضرب المربوط يخاف منك سايب يعني ابي فقير ترى الفقير خيابت نشت ترسه يعني في شكل يعني جاء پیغمبر الفقير ندخس ولكن دقوبا امهنه كيد بخازه ايريش ما بك ام گوهه بكشينن بفي شكل يعني اوج خال مال اخر نشتن اوج خدای عالم شر وان دا سكناندن لمشرك مكان ساكنين درسياتي ام وان بخيرن ان شاء الله. المجموعه الاخرى التي وسوست اليهم نفسهم اليهود يهود بني قينقاع اقرب اليهود قبائل الى المدينه ربما كانوا ملتصقين بالمدينه وكانوا أشع القبائل اليهودية بني قينقاع كانوا شجعانين جدا ربما لاختلاطهم بالعرب وبأنهم قد رأوا الحرب كثيرا كانوا شجاعين. وقلنا في الجمعة الماضية بأن الرسول جمعهم وحذرهم قال اجلسوا تعقلوا لا تعملوا المشاكل ولكن هم هددوا وقالوا لو حاربتنا لرأيتنا بأن نحن الرجال إذا تحب فضل يعني نحن مستعدون. فهم بدأوا يشعلون الفتنة لا يتوقفون لا يتعقلون شيئا فشيئا وأخيرا وصل بهم الأمر إلى أن مدوا يدهم إلى امرأة مسلمة امرأة عربية أتت إلى سوقهم ليتاجر فاجتمع شباب اليهود وقالوا لها اكشفي وجهك حتى نرى جمالك. هي تقول لا 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 ولكن بالعافية هي امتنعت. أحدهم خبائث شيطان ذهبت من خلفها وربطت ثوبها الطويل مثل أن لم يكن هناك بنطلون ولا أدري ماذا ربما كان عباية كبيرة هكذا ربطت طرف العباية بظهرها من فوق فهي حينما قامت انكشفت عورتها فهي قالت الحقوني أيها المسلمون اليهود كشفوا عورتي. فكان هناك شاب مسلم هاجم على هذا اليهودي فقتله والأقارب اليهود قتلوا هذا المسلم واشتعل الفتنة فعظم الأمر. فالرسول قال أيها الصحابة اجتمعوا
إذا وصل بهم الأمر أن يمدوا يدهم إلى امرأة مسلمة فهنا ينتهي المجاملة والتحمل والصبر والتصبر ينتهي. فبدأ الرسول بمعاقبتهم ما سنقول إن شاء الله. بني قينقاع قبيلة يهودية أبو أن قبيلان نيزيك يهودية بمدينة بقينقاع جراد قلت بني قينقاع وإسلام جي أوبون ميربون يعني ربما بلاك جيراني عرب أبون شرط كرم بلكي ميرانية وان شي بيه جبير وانا كنت تقال سلام رابي روني تبي ظلام وياكي بجنار رابي روني تبقى جنا ياكي بإنسان أم كردي تبجي مير خاص شجاع يعني تجد بي تبخازي ناقازي ترسى تدشكي تبي ظلام أفانا جبونا كاميرا نترسيان حتى پیغمبر تهديد كرن قو تزاني يعني پیغمبر جوانا قو كرب عقل بساكنن درد مباراتنا بجمرا پروبلاما چه نکن واناش پیغمبر قو وكا بجي ما تقظلام دديني تتيات تظلام بدينه تشو كان حب اختياري مكي كش تزاند كي تبقى ميري يعني توالت تقال ما شرب كي تميرا بديني وهر فتنه كي كرن حتى كو فتنه داوي چبو بازار وان ابو چارشي وان بازار وان جنك قبيله جنك عربيه بسلمان ها چخا مال خود فروشه هر کس ته فروشه بازار يعني وان كان حب جين وان دورا چون هاتن گو جن اجا سر چعبه خو كم خشكيه تبدينن سر چعبه خو ها افيا هناك جوز بناكم يعني بأدبي تماشاكم بأدبي تشا ربي جنك ربي سر چعبه خو وك قالش جن ما ايرو بلاش فتكم بي خبردانشكم برا فتكن فقط او جناهانه جوز بناكم كرنكر جوز بناكم مر حاصل كلام جنك يكتي نافوان حتى انا تشتك وهاتش نبي انا جارع ولا بأدبيتكن شيطانك شباره هات جلوي تبر جلي عرب كي ايش ولا جلي فرابون ما كانش بينجي حب شلال خو نذكر فقير بون جلك عباكر خو كربو جبارا جلوي سروي دريش بپشت هايوا غريدا جلاب غريدا نديت فقيره يصير ودم خرابو بيا جل غريدا تعذيب جنك عورته جنه تعذيب جنه در با قيريني هوا وانام تعذيب مرود كرن يعني جنة كام ناموسها بشرف وان بأخلاقه ويرتحزي كرود كرن يعني بشيطاني جنجا كي مسلمان غيرته قبول نكر يريش وان كر أويك شيطاني أنا كشت أو أنا جهات نبي بسلمان أنا كشتن والله فتنة جشبو الله بسلمان قالوا صحابي وير أبنا وانا يدي تحمل نما يدي أمن كارن تحمل بك خبردان ادگوت مدنگی خونت کرد تشتاج مراد گوتن تعلیق معلقه گوتن موتنی کیمانی مدنگی خونت کرد اما کوره حتی دست خود درجه جنه که مسلمان بکه جنه مسلمان تعذیب بکه روت بکن پی بکنن اوان به اخلاق اصحابی رو بلکی کچه که مسلمان برای بینن او به اخلاقی بکن پیرا گارانتی تنه دما کد کیمانی کی بکشی نقاش بیر وانه کن دما کمرف کیمانی که بشوک دید لدویجته یک ورش ترى بيجي از مريشكا تببم مريش بوقص كده كيلو كي گوشته كنت وقت ظلامه نبيجي ناز نادم اروجا كدي ورا بيجي از ولا ذات ما بزنا تدبم ترجرا وكير تمريش كداي قوا كوها تقول اتشكينا بلو دجبون بزنا كان كارم شربكن كو بزني برواتي دي قادبه كو قابر ورا اجا كاتشكي ديش تبخوازه تشتكي تبيجي قبول ناكم ادي در باستبه پیغمبر تماشا کرد وان به اخلاق دست خود درجه جنه که مسلمان کردن جنه مسلمان رود کردن تعذیب کردن پیکنیان گونا اگه در تا مازن کو هم جنه مسلمان بزان من اسلام چقدر قیمت ده جنه اسلام جبونه جنه کی پچ کی جانه تعذیب و شر کی دست بکر شر قبیله کی مدینه تف در خستابت جبونه جنه کی اما ایرو جنه ما مسلمان ما بلاش خرود کنو تعذیب کنو خود کن سینما و داون دنیای ابجي گرمی کی بفکرن يعني جن اسلام ده ناو قصبه قیمتن جن کی پیغمبر جبونه پشکی تعذیب و قبیله کی راکر يعني حتى قرانه بنا قرب ابان بكشتان او قصب جوانا مازن كر ولكن مع الاسف ايرو جي مسلمان ما بقيمه دينن وخروط خبلاش روتكن قد اسلامتي يبدا. طبعا الرسول جمع الصحابه وهاجم عليهم حاصرهم في قلاعهم فهم اولا حاولوا الدفاع وقالوا لا تستطيع ولكن ادخل الله الرعب في قلوبهم. وربما تقرؤون القرآن في أماكن كثيرة الله عز وجل يقول وألقى الله الرعب في قلوبهم. خلاص هذا الخوف كذلك جند من جنود الله عز وجل. إلقاء الخوف أو الرعب في القلب
جند أنت لا تراه بعينك، قد ترى المطر وقد ترى الريح أو تشعر بالريح ولكن لا تشعر بالخوف. فالله عز وجل ألقى الخوف والرعب في قلوبهم، فرأوا بأنه لا مجال، لأن المسلمين حاصرهم عدة أيام، فأخيرا قالوا نستسلم، ماذا تريد نفعل، افعل بنا ما تشاء. فوصل في الأخير، قد تذكرون قلنا بعض أهل المدينة دخلوا في الإسلام ولكن كانوا دائما عبئا على المسلمين، منافقون، مسلمون بالاسم ولكن منافقون في الأصل. فرئيسهم عبد الله بن سلول هذا الملعون كان يظهر الإسلام، فقال للرسول هؤلاء كانوا أصدقائي وأعواني فلا أقبل بأن تقتلهم وتفعل فيهم هكذا. ألح على الرسول كثيرا كثيرا كثيرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم اضطر في الأخير أن يقبل رجاءه وقال خلاص عفوتهم من أجلك، ولكن بشرط أن يخرج الجميع من المدينة، فليذهبوا إلى أي مكان يريد فليذهبوا. فخرجوا وكفى الله المؤمنين قتالهم وتركوا أموالهم للمسلمين. فهكذا انتهى مصيبتهم التي كانوا يحضرونه للمسلمين. پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابیه توب کرش گو هایده چه نبو یعنی ام کردی دبیجن شر هات بردری هدی هات و دست خود درجه جنک هم مسلمانا بکن گر کو مسلمانا دنگی خونک رجبیر و نکن ایرو کی باتن لمزگفتا پیغمبر ده جنکی ببرانا ایوها بکرانا درگاه جوانا ود به هدی او قصه امیرانی چه بونه بلکه رو کی باتن حاشا ج پیغمبر تشتکی خراب گوتا کاج نک خنا دیمه پیش دا چه به اخلاق یا تو چه قصه دنگی خوش به اخلاق رنه کی به ادب یوان هر زیدد به والا پیغمبر صحابیا گرت چون دور وان گرتن مال وان هبون جوانات بجن قلعه زمان انا سور یعنی بدن سور مورا چه کربون جبان خوب کبنه که چند رو پیغمبر دور وان گرت نهرتن چارتن نافلتن دست مسلمانا تشتکی دنجی قد بیر و نکن قانونه کی خدا ابو عز وجل خدا دما کو مسلمان پیغمبر بچونه شرکی تشتکی خصوصا وان یهودیا دگو امیرن ام قهرمانن ام وهانن کس کی نکاره ما رو کی دو سه هفته کی ده رو داوی ضعیف تبون خدا ترس کی داوید دلیوان ترس سلحی خدا پرن یک جوان سلحی خدا ترس که بدلی نیاره مسلمانا ترس کی کد دلیوان نوکانا انا ام جوان ترسن وی وقت بلاک مسلمان خودی ایمان بون تم جوان ترسیان خدای عالم ترسی کربود دلیوان اما ایرو ترسوان کتی دلیم ام جوان ترسن ور حاصل ترس کت دلیوان نهرتن چارتنه گوش پیغمبر گوتا گوچم تسلیمیت دم سر چوای مکر یعنی نگوتن ام پوشمان بونه نگو ام شهادتینه نگو حیرنا ام پوشمان ننک ما بیتشتیانه کریه اونن جزای و چیه ور حاصل هاتن تسلیم بون پیغمبر گوز فرمان وراکم یعنی ایک ظلام گره ام جزا کی گرام دنوان كواش بير ما نكر بما جو هناكي ملت مدينه بون مسلمان جوانا تيغوتن منافق كدو عقلي ودا باش بير ما نكر اف منافق غرابه هو وظيفه هي عول انا كرن جار عول دركت سر ميدانه تديد بجا رولا وان چيه رولا يك افو رولا وان افو كدفردا هناك انسانش دست مسلمانه بفلتينن وببن بلا سر مسلمانه مازنه وان كوغوتي از مسلمان نبي عبد الله كري سلوله اف عبد الله هاني هات پیغمبر اگو گرت وانا نگوشی تو وانا عفو بکی تبدی خاطره من پیغمبر کر نکر هات اونزانن زرخی عسکری چجل ایوگل خود کن دستی خو کر وریوی ها دستی خو کر آوران بنی قرقا پیغمبر گرد پیغمبر وهات که جنافته وهات که برناد آورا گرتیه برناده یعنی قرقا پیغمبر گرتیه سر داجناد بنی دا دستی خو کریه که آپی گرتیه وانا دوست منه وانا برای منه وانا حواله منه وانا دروجا تنگ دا من خلاص کرنه نزانه بلکه صبر تیسا دنیا واقعا بزبره از محتاج وانامه پیغمبر چاره ندی اگوت از مسلمانم جی جالیک از مسلمانم جالیک دا بلا سر پیغمبر وار حاصل پیغمبر چاره ندید چبکه بیجن است قبول ناکم فتنه قد هم اثر چه به پیغمبر چاره ندید یعنی گو هادی مواندا خاطرته فهم لك مواندا خاطرت از واناكش فقط قالت تبج مدينه دركف يا الله برا تبج فرهرن تشتكي بخورا نابن تشد كارن الحساسيات كان او تشتكي ديننا يعني مال ما تب قالت مسلمان رب مينه والله في شكل هانه اشارتنا پیغمبر جو مواندا خاطرت از بون خاطرت از واناكشم وار حاصله كلام جو كشتنه فلتين
رابون مال خل المدینه بار کردن چون آلی نزدیک شام بود علی خدا عالم لوان خست پرایوان وان در آدم جمار کندک فلتین به وی شکل ناوا مدینه یهودیا صافی بو لهجه ده قبیله وان دنیا هنه پروبلم آن هر بردوام بکه او مکه جی راحت ناسکنه میانه هفته هاتی بخوینن قایجا مکه چبکه هر ابو سفیان هات تشتکی کرد اما دل وان راحت نبو هفته حب هاتنه کشتن الله و مسلمان ریوانا تجارت جی گرت بو آلی که فردا چون گرتن آدنه چون دویدش پرکوان گرتن و حاصله کلام نیرتن ری تجارتی هاتیه گرتن هفته حب ظلام هاتنه کشتن و چقدر قوت مسلمان زیاده دبه خو جشارکی مازن را حاضر کرن هفته هاتی امیوی شروان یعنی بین زمان ان شاء الله که چه دو هفته هاتن یعنی جبیر و نکن حیات پیغمبر تفکی وکنا زنجیرکی یک حلبوق دو حلبوقت یکی فتکی آدنیتی وکا تزبیه یکی قاشت کی افته بلکه او تماشات کن بود سه هفته هم هر جاره دنر بنه اف مسئله هانه بو کلیتا وی مسئله هانه اویا بو کلیتا وی هانه هفل دو هفت تمام تکن به شکل اوان هر سه طرف هانه کافر مکه یهودی قبیله عربا تفکا سعیتی خو پروفا کرن امتکارن مسلمان نکارن خدا قوت دام مسلمان گوی وانجید کردن گوی وانج بردا جای کردن گوی وانج بردا تلیه وانقد کردن وان حاصله کلام سکنین لی كفر ناسكن هر خوازن شر خو خرابتي خو بردوام بكن. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله بهذا القدر في الجمعة القادمة أو بعده كذلك سنستمر في السيرة النبوية وسترون الأحداث يتلو بعضهم بعضا مثل الحلقة أو السلاسل تنتهي من حلقة يأتي حلقة أخرى تنتهي من مشكلة يبدأ مشكلة أخرى هكذا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل كان يهيئ الأمور أحدهما تلو الأخرى. نرجو الله عز وجل أن يرزقنا فهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن متابعته. خدا جانا كفاك كان سيبه ما أمدو حياته بيخنبري خجيرا عليه الصلاة والسلام جسنة ويجي أم محروم نبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.